أكرم الآن يسجل أولى الأهداف بصاروخ صاروخ صاروخ. حارس المرمى ما استطاع أن يعمل معه. غير موجود هنا. الهجمة السريعة لصالح المنتخب العراقي عن طريق اللاعب عماد محمد، يرسل كرة عرضية ولكن الكرة بعد ذلك تعانق الشباك. مهدي كريم بأول أهداف هذا اللقاء، يسجل أول أهداف المباراة لصالح المنتخب العراقي. أول أهداف هذا اللقاء لصالح المنتخب العراقي. نلاحظ الانطلاقة من اللاعب عماد محمد، محاولة المرور، إعادة الكرة إلى الخلف، التسديدة بعد ذلك. شاهد عماد لاعب بيرالتي الإيراني، إعادة الكرة إلى الخلف، سلام شاكر، ثم اللاعب مهدي كريم لاعب الخور، والاثنين يلعبان في نادي الخور. فقد تقدم المنتخب العراقي من جديد في الدقيقة 56 عن طريق المهاجم المخضرم يونس محمود، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها وفي الوقت بدل الضائع سجل صالح سيدير هدف العراق الرابع لتكون النهاية السعيدة التاريخية، فوز العراق على البرتغال ب4 أهداف مقابل هدفين وتصدر المجموعة الرابعة. وفي شباك فريق سفراء السلام. إذا نتابع هذه الكرة كلنا مع المنتخب العراقي، وأمنياتنا أن تهتز شباك سفراء السلام. تعود الكرة لنشأت أكرم، نشأت في التمريرة داخل منطقة الجزاء، استقبال من محمد علي كريم. محمد ينجح في المرور وإمكانية الهدف، إمكانية الهدف، والهدف يأتي. انتظرنا الهدف العراقي، والهدف العراقي يأتي في هذه اللحظات عن طريق اللاعب هوار ملا محمد. يضع الكرة في سقف المرمى ويسعد الجماهير العراقية الحاضرة في ملعب سانسيرو. انتظرنا الهدف العراقي، والهدف العراقي جاء في هذه اللحظة. إذا المنتخب العراقي يتمكن من إحراز هدف في هذه المباراة. مسمى هذا اللقاء هدف من أجل الحياة، والهدف العراقي جاء في هذه اللحظات. الكل سعيد، الصغار والكبار من العراق سعداء بهذا الهدف، ونحن سعداء بهذه الهدف الجميل. انطلاقة كانت من محمد علي كريم، مرر كرة، تمكن من التخلص بطريقة رائعة. أمامنا الإعادة وأمامنا المرور، نجح في المرور وفي الإفلات من جانب المدافع، وهيأ الكرة ناحية هوار. هوار استقبل وسدد ووضع. محمد عدنان، أحمد جاسم راح ينزل حارس مرمى بدلا من ضحي. العراقي أحمد رابي يسجل الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة 12 من المباراة. أحمد رابي ضربة من بعيد، أحمد رابي في الدقيقة 12 في الدقيقة 57 يسجل الهدف الأول للفريق العراقي. النتيجة الآن 2-1 لبلجيكا. شوف أحمد رابي الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الأول للفريق العراقي. الفريق العراقي ب10 لاعبين يسجل هدف. شوت اكو 11 لاعب، النتيجة تصير أحسن طبعا. عراقي، هل ستكون لمسته دقيقة في مرمى ماتيا بيرين؟ تسديدة من علي عدنان قد تغير شكل المباراة. الدولي العراقي قد يمضي هدف الشوط الأول، هدف دينيزي. البيانكونيري ينتظرون علي عدنان، تسديدة جول جول. لم يختبر إطلاقا ماتيا بيرين، وتسديدة عراقية. إنه صاروخ عراقي عابر لمرمى الحارس الإيطالي ماتيا بيرين. يا سلام يا علي عدنان يا كاظم. علي عدنان كاظم من مخالفة مباشرة. Bu kez Ali Adnan topun gerisinde. Tolga kalesinde 2 gol var. Bu da ikinci penaltı kararı. Ali Adnan topun gerisindeki isim.
İşaret geldi. Ali Adnan geliyor. Ali Adnan vuruyor ve gol! Ali Adnan attı. Çaykur Rizespor öne geçiyor. Beşiktaş kayda göndermeyi başardı. 2 gol de Mustafa'dan. Atmamız gereken 4 gol anlamına gelir. Bu nedenle bu penaltı çok kritik. Topun gerisinde Nuri var. Bırva Nuri, Östersun'un takım kaptanı. Nuri topun gerisinde. Muslera kalesinde. 60. dakika maçta. Nuri geliyor ve topu ağlara gönderiyor. 1-0 önde Östersund. Olacak iş değil. İşte bu tip maçlarda savunmada özellikle hatasız oynamak çok ama çok büyük önem taşıyor. En küçük bir hata, en küçük bir top kontrolü hatası bile çok olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Son yarım saate giriyoruz artık maçta ve Galatasaray küçük çaplı bir mucize arayacak son 30 dakikada. علي عدنان على التنفيذ. كرة من مكان خطير لمنتخب شباب العراق. علي عدنان على التنفيذ. ركلة حرة. ركلة حرة لمنتخب شباب العراق. علي عدنان يلعب الكرة خطيرة. جول جول! الله الله يا عراق، الله الله يا عراق، الله الله يا عراق. بالدقيقة 34 يسجل اللاعب علي عدنان هدف التقدم الأول لمنتخب شباب العراق. حلوين يا شباب، حلوين يا شباب. الله الله يا عراق، الله الله يا عراق. هدف التقدم الأول بالدقيقة 34 من ركلة حرة يسجل علي عدنان ويسجل ثاني أهدافه في البطولة بعد أن سجل في شباك إنجلترا. يلعب كرة مقشرة لولبية إلى داخل الشباك ويقدم أجمل هدية لكل من يتابع هذا اللقاء. وروح عين روح يا حكيم. هدف رائع لمنتخب شباب العراق من ركلة ثابتة يسجل اللاعب علي عدنان. Vill ha boll på fötterna. Hans kvaliteter är när han kan ta emot bollen. Jag tycker inte han har gett sig iväg särskilt mycket djupled. Mer som du säger en uppställningspunkt på tagetspelare där de spelar runt omkring honom, nummer 11 Humam och nummer 9 Kamil ska bidra i så fall med ett djupledshot. Vi har varning på Kalmar FFs Ismail, frispark till Irak, och gissa vem som tar den. Nummer 6 Ali Adnan står vid bollen. Säkert fullt naturligt vänsterfotad i det läget. — 1-0 till Irak. Och det där såg väl ganska billigt ut. Självklart Olof Söderberg tar den bollen. Det är ett bra skott givetvis, men den är mitt i målet. Jag kan kolla på det igen. Det är bra tillslag förvisso, men den går precis över Ole. Jag hade givetvis inte sagt någonting om den varit ute i hörnet där, för han skulle nog suttit i krysset, men den är precis under ribban på en mål som är över 1,90. Det ska inte vara några som helst problem att få bort en sån boll, tyvärr. Vi kunde också konstatera att Ole Söderberg släppte in en ganska
الوسط يتقدم من عبد عطيف يمرر عبده ناحية مشعل المطيري عادت من جديد إلى عبد عطيف فنان 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 يهيئها الآن تسديد الآن يا الله 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 هو العالمي إنه النادي العالمي يا ريال مدريد كلاكيت ثاني مرة في البرازيل الريال يكسب في السعودية النصر يكسب 2-1 يا شوستر في دقيقتين لمسة ولمستين لمسة نصراوية خالصة لنشأة العراقي أنا ودودح والجماهير والمشاهدين والمتابعين حالنا واحد